صباح الخير عليكم، شخباركم؟ صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير يا رب. كنتمنى تفاعلوا مع هاد الفيديو هذا، خصوصا بحركه الاكسبلور، لان التفاعل وغادي وكينزل والفيديوهات ما بقاوش كيطلعوا لبزاف ديال الناس. هاد الفيديو هذا اليوم غيكون مختلف على الفيديوهات اللي كنحط في القناه ديالي، كيشتركوا في واحد الحاجه اللي هي النصيحه، وهاد القناه دايرها اصلا ولا هاد الصفحه غير النصيحه باش نفيدوا ونستافدوا. كيف كتعرفوا انا عمرني ما درت شي اشهار في الصفحه ديالي، سواء هنايا سواء في اليوتيوب، في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، عمرني ما درت شي اشهار. وما عنديش مشكل مع الاشهار انني نديرو حتى ولو يكون فري، ما عنديش مشكل، غير تكون المصداقيه. تواصلوا معايا مؤخرا جوج الناس، الاول اجنبي ماشي مغربي، والثانيه اللي تواصلت معايا مغربيه. الاجنبي تواصل معايا عن طريق الايميل تاع القناه عندي، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي، وهذا الميل كيصيفطوه لمجموعه ديال الناس اللي كيكون عندهم واحد العدد محدد ديال المتابعين على اي. فتواصل معايا قال لي راه بغيناك دير لنا اشهار. اييه مرحبا، لاش الواحد الموقع الكتروني على الاكيد. وهذا الموضوع كنت تحدثت عليه قبل، ديال هاد المواقع اللي ولاو مؤخرا وبزاف ديال كنشوفهم تيك توكرز، يوتيوبرز، مهم اللي كيسميو راسهم مؤثرين اجتماعيين، دايرين ليهم اشهار. وكنت قلت لكم انا كنتمنى ان الدوله فعلا تفاعل مع هاد المواقع هادو، لان راه ولاو الكوارث اللي كيوقعوا فيهم كيعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. قال لي غدير لنا واحد الموقع، ديرنا ليه اشهار بان هذا الموقع ناس كيدخلوا كيتزوجوا منه هذا، ولو ان نسبه الزواج فيه تقريبا ما نقدرش ما يمكنش توصل حتى ل 1%، انما حوايج اخرى ممكن انها توصل حتى ل 99%. فقلت ليه لا، الله يجازيك بخير، لو كانت شي حاجه اخرى مرحبا، ولكن بالنسبه لهاد المواقع هادو مستحيل ندير لهم اشهار. تفهم؟ قال لي شكرا. نجيو دابا للنسخه المغربيه. تواصلت معي واحد السيده، السلام عليكم. وعليكم السلام، لاباس بخير. انا متابعه وفيه ليك مني كنتي في اليوتيوب. كتعرفوا انا اول حاجه بديت بها هي اليوتيوب، دابا تقريبا راه قربت نكمل 3 سنين في القناه عندي في اليوتيوب. وكيعجبني المحتوى ديالك وكذا 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 وكذا. مرحبا. اييه مهم مني كملات هاد الدخله ديالها ولو انني بعيده على الدومين ديال القانون، وانما كنستافد منك. قلت لها مزيان، داكشي اللي بغينا حنا، هاد القناه ولا هاد الصفحات دايرينهم للاستفاده. وتقول لي عافاك واش ممكن ديري اشهار عندك؟ عادي. قلت لها مرحبا، ولكن على حساب البرودكت وهذا، لانه في هذا الشيء انتقائيه واحد الدرجه اللي ما يمكنش تتخيلوها. وهي تقول لي لان هنا شفتك بحال تزاديتي في الوزن شويه. جاوبتها واحد الجواب، قالت لي لا ماشي تعصبي. قلت لها لا ماشي تعصب، وانما شي حاجه اللي بعيده عليك، ولكن غادي نجاوبك ما تزاديتش في الوزن. هي شنو؟ حيت كتمتبعني في اليوتيوب. باش نجيكم من بيت القصيد، اليوتيوب ملي كتكون كتصور كيكون التليفون بعيد عليك ولا الكاميرا بعيده وكتصور بالعرض وانت قالب التليفون. العكس ملي كنكون نصور في التيك توك كيكون وجهي قريب. والاغلبيه كنشوف بعض الخطات بعض الناس كيحطوا بعض التعاليق تقول لي شوفي راقبي الغده الدرقيه، راه ممكن عندك الغده الدرقيه. علاش؟ لان عندي ازدواجيه الذقن، كيف كيقولوا لي هنا في الخليج الغلوغ. وهذه انا مني كنت صغيره وانا عندي هذه القضيه هذه، وبزاف ديال النساء عندهم، ما معقدانيش، بالعكس كيعجبني عادي. فقلت لها لا راه ماشي تزاديت في الوزن، انما وزني باقي ستابل. قالت لي لا، حيت كنت شفتك في واحد الوقيته درتي واحد الفيديو انك درتي واحد، تابعتي واحد النوع من الدايت باش تنزلي الوزن. قلت لها هذيك في الوقت ديال كورونا، كاع الناس اللي تسد عليهم في الباب، بقينا مقابلين غير الماكله، لانه كان وضع استثنائي، بقينا غير مقابلين غير الماكله. تزاد الوزن ديالي، وفعلا من بعد درت واحد الريجيم بوحديتي ديال لو كارب، ونزلت الوزن وبارطاجيته مع الناس، ويني بقى وزني من ديك الوقيته ستابل. وتقول لي واش كتشوفي واحد البرودكت كيدويو عليه بزاف اللي هو اللحسه؟ وقلت لها اييه كنشوف، نكذب عليك يوميا ما يمكنش، اقل حاجه كيطلع لي واحد جوج ثلاثه المرات في التيك توك، خصوصا في التيك توك. وتقول لي انا راه كندير هاد اللحسه بمواد طبيعيه كذا كذا كذا. قلت لها لا، الله يجازيك بالخير، مستحيل انني نقدر نشارك هاد المساله ديال اللحسه، وانا ديجا كنت باغا نتحدث عليها. قالت لي لا مواد طبيعيه. قلت لها واش هاد المواد الطبيعيه مرخصه من وزاره الصحه؟ وهاد المواد الطبيعيه انت كاتباهم في هذاك، حيت دابا اي منتوج مشيتي خديتيه من السوبر ماركت كيكون مكتوب فيه المكونات، انت حاطه دوك المكونات؟ اكيد لا. كنشوف بزاف ديال الناس كيديروا اشهار لهاد اللحسه هادي، كتقول لك راه في ظرف اسبوع كيبان الفرق. راه من سابع المستحيلات تكون هذيك المواد اللي مستعمله في هذيك اللحسه 100% طبيعيه
وغتبان النتيجه في اسبوع. كنا كنعرفوا الاعشاب وانها كتاخذ مده عاد فاش كتعطي الاكل ديالها ولا الاثر ديالها، يعني كندويو على 4 شهور 5 شهور كاقل حاجه، وكاين اللي كيمشي معاه حتى العام. كتشوفي الا درتي شي حاجه لشعرك ولا هذا خصك مده وخصك الصبر ايوب باش يلاه توصل للنتيجه. مادام كتقول لي اللحسه كتبين النتيجه في اسبوع، الا والقضيه فيها الا وحاطين فيها مجموعه من المواد كتعرفوها نتوما، يا اما ديال الراب والسيرو ديال الراب ولا مجموعه من الاشياء. فقلت لها لا، قالت لي شوفي ما انا ماشي قلت لك كليها، غير قولي للناس بانها راه كتعطي مفعول. قلت لها واش كدوي من نيتك؟ قلت لها شوفي ما غناخذش معاك ما غندويش معاك بشي طريقه اللي ما غاديش تعجبك ولا هذا. انت تكلمتي معايا على اشهار كاين اخذ ورد، انا من سابع ندير شي اشهار لشي حاجه كتعلق بالصحه من سابع المستحيلات. وما عرفتش هاد البنات هاد الايام اللي كيتخاطفوا على هاد المنتوجات هادي اللي هي اللحسه ها الصحراويه ها العبديه ها التازيه ها ما عرفت منين جايه وانتم ما عارفينش المكونات ديالها. انا كانت عندي واحد التجربه جدا سيئه وكنت بارطاجيتها معكم في اليوتيوب ديال واحد العشبه كانت جابتها لي صاحبتي مجموعه من الاعشاب باش ندير خلطه لشعري، وكنت درتها وكانت غتمشي ليا عيني فيها لدرجه انني بقيت متبعه عام ونص على قبل عيني، وبسببها مشى ليا الشوف. انا دابا حاليا ما كنشوفش البعد، عندي الشوف ناقص وغادي وكينقص بسبب واحد العشبه اللي كنشوف بزاف الناس كينصحوا بانها راه مزيانه للشعر. وانا درتها لشعري وغسلت وطاح لي داك الشيء على عينيا، وكنت غيمشيو ليا في عيني. ملي كنت ديك الساعه كنقرا في السيزيام وباقي التاثير ديالها ليومنا هذا. فالله يجازيكم بالخير، ماشي كلشي كيتباع وكيتشرب، واي حاجه مشات ممكن نرجعوها الا الصحه. الا الصحه. انا من ديك الوقيته لذاك المشكل اللي وقع ليا في عيني وليت كنانسيستي على الحاجه. راه الاعشاب عباد الله كاينين ناس مختصين فيهم. راه العشبه الا خديتيها غير بواحد لا دوز شويه كثيره راه ممكن تاثر سلبا عليك. فكنتمنى فعلا ان وزاره الصحه تشوف هذه المساله على كثر ما كنشوف هذه الاشهارات هادو، على الاقل تجيب غير هادوك اللحسات اللي كيقولوا وتحللهم تشوف واش فعلا دوك المواد فيهم طبيعيه. تخيلوا غنعطيكم واحد الواقعه وبنا غنختم. انا مني كنت ديك الساعه كنقرا كنت كنوزن تقريبا 49 كيلو، كنت ضعيفه. واحد الوقيته مني كان وقع لي هذا المشكل في عيني كان عطاني الطبيب واحد الدواء، هذاك الدواء فيه الكورتيزون ولا كورتيكويد، عذرا لان المصطلحات ديال الصيادله ودا ما غنعرفش احسن منهم. المهم كنعتذر ما عرفتش واش كورتيزون كورتيكويد، المهم كينفخ. والطبيب مني اعطاني هاد الدواء هذا كان انسيست عليا، وفي الاول ما كانش بغى يشدني كاع في اسفي، قال لي غتمشي تعالجي في مراكش. وانا كنت كنقرا ديك الساعه في السيزيام متبوعه بامتحان جهوي. قال لي بابا الله يجازيك بالخير الا كان ممكن انك تعالج هنا، قال لي ولكن غتبغي بزاف ديال الصبر لان تكون لا ميكروب داخل العين. على اي فكان كيعطيني واحد الدواء قاصح خصني نشربو 3 الفنيدات في الصباح، وما خصنيش ناكل معاه لا ملح لا سكر. انا ديك الساعه باقا تلميذه كنقرا ما عارفاش ما فاهمش هاد الامور. فمشيت للدار وما قلتش لماما بان قال لي ديري الريجيم. في ظرف اسبوع تنفخت، ماشي داك غلد لا منفوخه انه وجهي ولا منفوخ بحال الطبل. تخيلوا ان نهار اللي مشيت لعند الطبيب بعد اسبوع باش يشوفني كنت كندير كونترول كل اسبوع من الاربعاء للاربعاء. والله العظيم هز يدو كان غير صرفقني قدام دوك الناس. قال لي واش انت فرحانه بهاد النفوخ هي اللي تنفختي؟ قال لي انت دابا الا طحتي، قال لي هاد الفنيد كيدير هشاشه العظام، الا طحتي ما يبقاو يجمعوا فيك في العظام ديالك. وتخيلوا ان بزاف البنات صحاباتي لاحظوا انني تنفخت الدواء تيقول لي شنو درتي باش غلاضيتي؟ يا ودي راه ماشي غلاضيت، راني كناخذ واحد الدواء ديال العين، عندي ميكروب في عيني ميكروب. واحد البنت صاحبتي قالت لي والو تعطيني السميه ديالو. يا ودي راه ما يعطيوش لك، خصك حتى تدي لوردونونس للفارماسيان. لا انا عندي خالتي في الفارماسيان ممكن تطلعوا ليا. عباد الله هذا راه كيدير هشاشه العظام. وفعلا مشات طلعت هذاك الفنيد وخداته غير باش تنفخ، وهو فيه اذى كتير. تخيلوا لهاد الدرجه هذه الناس اليوم اللي كيقلبوا انهم يطوروا من العقل ديالهم، انهم يوصلوا بالعلم والمعرفه. حنا كنقلبوا نكبروا المؤخره والمناطق الانثويه، داكشي علاش حنا بقينا في المؤخره وغنبقاو دائما في المؤخره مادام تفكيرنا بحال هكا. وشوفوا الفيديوهات ديال اللحسات شحال كتوصل فيهم العدد ديال لي في والعدد ديال التعاليق، وعافاكم فين كاينين بشحال
أودي ارتقيو شويه، راه صحتكم هادي ما كندويوش كاع على حتى الجانب. صحتكم عباد الله، الصحه راه ما كتشراش بالمال. فكنتمنى انكم تكونوا التقطوا الرساله. كيف قلت لكم انا ما ضد حتى شي واحد، انا غير واحد المعلومه كنبارطاجيها معكم. كيف ما الحاجه ما غنبغيهاش لراسي ما غنبغيهاش شي واحد اخر. انا من سابع المستحيلات نقدر نجرب هاد لي برودكت اللي كيتباعوا في الزنقه. نقدر نوثق مثلا في واحد الدواء، لان هذاك الدواء تيكونوا ديجا الناس دايرين عليه دراسه وديجا عاطينك العوارض الجانبيه نقراها. هذاك الدواء كيكونوا دايرين فيه عوارض جانبيه، ومشكله تيقول لك راه كيليق الناس اللي عندهم القولون العصبي. واش كتعرفوا شنو هو القولون العصبي؟ الناس اللي عندهم حكبهم زوين، المراه الحامله. اودي يهديكم الله واتقوا الله في روسكم، ما تخليوش الناس اللي جاي يضحك عليكم. راه انا من اليوم ملي كندير واحد الاشهار كنكون متقاضيه عليه فلوس. غير هو كاين فرق، كاين اللي كيدير الله قدامه وكاين اللي كيدير الفلوس قدامه. كله شنو كيختار. على اي صباحكم مبروك او لا، امساكم مبروك بالصحه والسلامه.